تهديد خطير، تهديد خطير لأحمد حسام ميدو لسيد زيزو على قناة النهار في فيديو غريب. يا نهار أبيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعة وليس أمرا، ادعمونا بالاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتفاعلوا معانا ودوسوا على زر الجرس. وعلى فكرة اليوتيوب بيقول إن الاشتراك في القناة مجانا، مش هيكلفك أي شيء. كابتن احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق في فيديو ليه على قناه النهار بيقول: انا لو كنت مكان هشام نصر نائب رئيس النادي ما كنتش اخلي زيزو يعدي من قصادي كده في مراسم التتويج للسوبر المصري، ما خلوش يسلم عليا. انا كنت هاخد حقي منه، ما كانش هيجي لي نوم والله غير اما اخد حقي منه. وكمان ده هو لاعب صغير وانا حد كبير. وبيقول كمان: انا كان هيبقى ليا اكشن مني، عايزين تشوفوا الاكشن هتلاقوا اكشن مني ورياكت مني. يعني ده بيحد على التعصب والعنف، انا مش عارف ازاي. كمان والد احمد سيد زيزو ذهب للمحامي الخاص بتاعه عشان خاطر يرفعوا دعوة قضائية على احمد حسام ميدو، لان ده فيه تهديد وشيء غريب جدا. انا مستغرب من ميدو وكل الجماعة الزملكاوية. يعني خليكم على خيبتكم. ده كفايه ان الزمالك في السوبر المصري واخد المركز الثاني في السوبر المصري من غير ما يجيب ولا جون والله. يعني سيراميكا كليوباترا جايبه 3 تجوان ومركز ثالث، وانت يا زمالك اتعادلت مع بيراميدز 0-0، والاهلي اداك على عينك 2-0 وما جبتش ولا جون واخد مركز تاني. فانا مستغرب جدا من الناس دي. ربنا يصلح حالكم. الخبر اللي بعده يا جماعه: محمد مجدي قفشه يعني النادي الاهلي بلغ تقريبا الاستغناء عنه، ان هو مش محتاجه الفتره القادمه. فمحمد مجدي قفشه بلغ وكيله ان هو يشوف له اي عرض خليجي في السعوديه او الامارات او قطر عشان طبعا يعمل الجرشينات. فللاسف مش جاله اي عرض من المنطقه دي عشان خاطر هو ما بيشاركش بصفه مستمره. فسيراميكا كليوباترا طلب محمد مجدي قفشه مقابل ان هو يدي للاهلي مروان عثمان الجناح الشمال في صفقه ب 40 مليون جنيه، رغم ان محمد مجدي قفشه لسه ناقص في عقده سنتين. وداعا يا قفشه. الخبر اللي بعده يا جماعه: النادي الاهلي شركه الكوره برئاسه الاستاذ محمد كامل في الامارات بتعمل دعايه جديده. يعني دعاء للاستاد بتاع الاهلي، حاجه فخر جدا لكل الاهلاويه. عاملين يعني دعايه في دبي، هذه المدينه تحديدا دبي طبعا ملتقى لكل الناس، وطبعا كل الثقافات بتيجي لدبي. يعني دبي دي بتضاهي انجلترا وتضاهي يعني روسيا ونيويورك والله. فدي دعاية جديدة لاستاد النادي الاهلي والانشاءات القائمة الان، عشان الاهلي بينافس العالمية وعايز يوصل للعالمية ويناطح الكبار، وده فخر كل الاهلاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.